يا سلوتي يا سلوى، انت فين يا حياتي؟ ايوه يا كمال يا حبيبي انا جايه اهو. فين يا حبيبي في ايه؟ انا النهارده جاي لي سفريه الصين ضروري جدا بخصوص التعاقد بتاع مصنع البلاستيك اللي اتفقنا عليه. المفروض المكن جاهز ولازم اسافر النهارده. وهتغيب كتير؟ على حسب، ان لسه هنشوف طبعا الماتيريال بتاعت المكن والحاجه اللي هنشتغل بيها ايه. بس هتوحشني يا حبيبي كتير قوي. انتوا كمان هتوحشوني كتير يا حبيبتي. على العموم تروح وتيجي بالسلامه. ربنا يخليك يا حبيبتي. بقول لك ايه، فين الولاد؟ عايز اشوفهم قبل ما اسافر، اشوف طلباتهم محتاجين حاجه من هناك ولا لا. انا اديلك عليه. يا شادي يا ياسمين تعالوا يا ولاد. تاني هنا كده، انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ يا بابا في ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بسمع اغاني. انا عليك شراب بيه بدل ما تكتب الدرس كده بينفعك. ما انا لسه عامل مذاكره يا بابا. تربيتك يا هانم. مش انت اتفضلي. مسافر طول الوقت وسايب لي الولاد اربيهم؟ مسافر عشان مين؟ مسافر عشانك وعشاني وعشان بنتك. طيب انا مسافر عشان مين؟ انت بتجيب فلوس بس بتضيع الولاد. خلاص بلاش اسافر واقعد جنبيك واربيهم وشوف هيتعلموا ازاي وتاكلوا ازاي. لا خليك معايا شويه ونسافر شويه. نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. ده ايه ياسمين؟ ده عملوا الطلب خلاص. يا ياسمين يا ياسمين ايه ده؟ ايه ده؟ يعني برضه اقعد معايا. خلاص انا هقفل الشقه واقعد معاك. خلاص خلاص قلت خلاص. ده ينفع كده؟ كويسين. كويسين فين كويسين؟ لا هم كويسين. لا هم شايف كويسين كتاب ولا شايف مذاكره ولا شايف اي حاجه. لا كل وايام واحد دراسه كويس. ايه اللي بتعمليه يا ياسمين؟ هو في ايه يا بابي؟ خليك فريش كده، في ايه يعني؟ فريش ايه؟ انا بقول البركه فيك يا حبيبتي والخير فيكي بدل اللي تلف وباظ ده. يا بابي ما انا كويسه وبسمع خطوه والدنيا جميله، في ايه؟ خطوه؟ لا نحطي خطوه عليك يا بعيد انت وهو. الله يا بابي انت بتدعي عليا؟ بدعي عليك. تنبوله. ما تقولش على بنتي كده. ياسمين انت زعلتيني يا زعلانة ياسمين. لا خلاص. زعلتيني يا ياسمين. تصدق لي الاغنيه دي حلوه قوي. بجد؟ اه احلى من اللي انت كنت بتغنيه. انا بصراحه الاغاني شغال شغال. ايه يا بابا بس خلاص يا بابي، يعني انت مكشر ليه كده؟ انتوا مكشرين ليه؟ لازم تحرقوا دمي قبل ما اسافر دايما كده لازم. لا خلاص ايه سافر رايح فين؟ مالكيش دعوه مش هقول لك. قول لي رايح مش فين؟ هقول لك اوعي ايدك. يا عم قول لي رايح فين بس؟ يا بنت ما تقوليش رخمه يا بنت. يا كمونه قول لي. رايح السين. كموله؟ انت بتقولي لي يا كموله؟ اه كمونه. يا جماعه مرات ابويا كموله ايه؟ شايف بتحبك ازاي؟ شايفه ربايتك التين؟ معلش. شايفه؟ لا هيبقى كويس معلش. قول لي يا حبيبي بابي انت ابني. رايح تعمل ايه في الصين؟ رايح العب. تلعب معايا؟ اه والنبي خدني، ما شرحتهاش ايه ده قبل بجد كده. تلعب معايا؟ تلعب معايا؟ اروح العب معاك انا بقى. هلاعبك لعب. اتقل عليا. تروحوا فين؟ انتوا الاثنين عندكم مذاكره شكله مفيش هيلبسنا في مجهود. العرض يا جدعان. بقول لك قولي. انت رايح الصين بقى ومسافر ايه؟ والدنيا هتجري معاك وهتلعب. بالظبط كده. بقول لك مم. وانت جاي ايوه. ما تجيب لي بقى الميك اب اللي انا بجيبه واللبس يا البراندات بتاعي، ها؟ لحسن هناك بيبقى ارخص من هنا. مين قال لك كده؟ انا عارفه. هم قالوا لك كده؟ اه طيب حاضر ماشي. بص، هم قالوا لك مثلا انا عايزه روج وهايلايتر وكونسيلر وفاونديشن واي شادو وكمان بقى حبه ايه تيشيرتات كده على قمصان. طب بس هقول لك. بس خلاص انت كفايه. متخيله ان انا حفظت كل ده؟ هبقى لك على الواتساب. حلو قوي. ابعتي كل حاجه على الواتساب وانا هجيب لك اللي انت عايزاه كله. ماشي. بس ارجع ليك هديتي كده ورجعت بنت ناس زي ما انا سايب. ما شوف انا تقلقش. بنت ناس. مش كده؟ في حل انت ابسط كده يا مش بنت ناس ياسمين. خالص. في حل ابسط. نسرق المحل. محل ايه اللي هتسرقه؟ سهله جدا. يا ابني ده انا بخلي ابوك هي عايزه ميك عنك. اب وروج ومانيكير ايه؟ معلش خلاص. هيجيب لك حاجه خلاص. انت كمان خلاص. هو جاي. ماشي. خلاص؟ ايوه. انتهينا من الكلام؟ خلاص. قدامي على جوه يا بيه حضر الشنط. هادي يلا الشنط. قدامي. هادي الشنط. قدامي. معلش اهدى عليهم شويه. قاعد على ايه؟ تربيتك.
بسيوني ياخد الشنط. يا بسيوني، يا بسيوني، انت فين يا بيه؟ تعالى هنا. ايوه يا ست هان، ايوه يا ست هان، ايوه انا جاي اهو. ايوه يا ست هان، يلعب يا سشاد، يلعب بقى. ايه انت رحت فين يا سشاد؟ انا هنا بس اهو. يلعب يا سشاد، يلعب. لازم ابقى يرجع. يلعب يا سشاد. اقتله يا سشاد، لازم تقتله. اقتله. هي دي بنت اللي قتلها بس. يا سشاد. لازم اقتل امي. ايه اللعبه يا سشاد؟ لا بس ما مالكش حق والله يا بس. يقتل مين يفضل انت وهو؟ وانت يا حبيبي يا شاد اتجننت ولا ايه؟ لا مفيش يا ماما، احنا بنلعب لعبه بابجي تقريبا كده. دي لعبه حلوه قوي يا ست هان. حلوه مين يا غبي؟ دي لعبه وحشه جدا وبتجيب توحد. توحد. وحدوه. لا اله الا الله. الله يرحمه كان ابن حلال. هو مين اللي بدأ ابن سجاد؟ خالتي يا بس. عب على امك. بتقول ايه يا زفت؟ يا ربنا يخليك امك يا سجاد، ربنا ماشي. يخليك امك. يلا خد الشنطه ونزلها تحت عشان استاذ كمال مسافر. ماشي يا ست يا هانم. رب ما يرجع يا رب. وبعدين يا ست هانم انت اللي سيب الزفت اللي في ايدك ده. يا ست هانم، احنا عندنا في البلد زمان كان الفلاحين بيقوموا من الفجر يولعوا الفرن ويعجنوا ويخبزوا وينظفوا البيت ويغسلوا هدوم العيال على الترعه، والواحده كانت تربي 15 عيل. اي والله يا 15 عيل، وصحتهم بسم الله ما شاء الله زي البوم. المحاريم اليومين دول اللي زي ست سلوى كده. انت كمان هجيب سيرتي؟ استنى يا ست سلوى، هي دي حقيقي. قول. الواحده منهم تدخل المطبخ تعمل كوبايه شاي بلبن وسندوتش جبنه رومي ويقول لك اه يا ركبي وجعان، ما حدش حاسس بيا ولا شايفه حنيت ايه يا ست هانم، حنيت ايه؟ يا ست هانم، الفيس والنت والتكنولوجيا لخبطوا دماغ الناس خالص. اللي يطلق مراته، انا طلقت مراتي. ايوه. اللي زعلانه من حماتها تشاهد عليها ببوست، تشهد عليها امة لا اله الا الله. اللي زعلان من اخوه ينزل له بوست قد كده ويلقى حليف الكلام. الناس اتغيرت يا ست هانم، الناس ما بقتش تحب بعضها زي زمان. الناس عقولها اتغيرت، الناس بقت تكره بعضها يا ست هانم. ايوه. انا مش عارف الناس جرالها ايه؟ الناس جرالها ايه؟ عقولها جرالها ايه يا ست هانم؟ عقولنا جرالها ايه يا ناس؟ ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. يا كنت منك بسيوني. كلام يا ماما، ينفع كده؟ يا بسيوني، وانا اللي كنت ينفع كده؟ فاكراك على نياتك. روح يا ابني اقفل الباب وتعالى ورايا. انا مش هطلع تاني من الاوضه، محدش يلاقيني. أنا سعيد بوجود صديقي كمال. أنا سعيد بوجود صديقي كمال. هذا شيء جيد للغاية. يجب أن أخبر زوجتي سو. يا سو، يا سو، سو. نعم زوجي العزيز، أنت تناديني؟ نعم أناديك يا سو. صديقي كمال معزوم عندي على الغداء. يجب عليك أن تحضري ما لذ وطاب من المأكولات الشهية. نعم، سوف أفعل ذلك. هذا ضيف في بلادنا ونحن شعب كريم عطاء. من فضلك اجهزي لهذا الحفل يا سو. سوف أستعد زوجي العزيز، وسوف أحضر البنتان هان وشان. أهلا مستر كمال، أهلا بك في منزلي. سوسة تفرح جدا بتشريفك لنا، وكمان البنتان هان وشان. اهلا بك يا صديقي العزيز. والبنتان هان وشان خلانهم جاكي شان وبروسلي. لطيف جدا مستر كمال. اتفضل مستر كمال على هذا المقعد. ايه اخبار مصر مستر كمال؟ واحوال الدنيا عندكم ايه؟ والله مصر
الحمد لله بخير تمام، جميله جدا نشكر ربنا، والاحوال حلوه الحمد لله. نفسي ازور مصر مستر كمال. لحد دلوقتي لسه ما زرتش مصر؟ معقوله؟ بالطبع. بحجم شغلك اللي انت بتصدره لمصر والكلام ده كله، ومفيش مره زرت مصر؟ احكي لي عنها مستر كمال. احكي لك ايه ولا ايه على مصر؟ مصر دي ام الدنيا، بمعنى الكلمه ام الدنيا. مصر جميله قوي بناسها وبشعبها وبالمحبه وبالخير وبالعطاء. مصر دي كفايه قعده نيلها، تقعد كده تتغزل في النيل، شم الهواء النظيف. مصر يا سيد يونج حقيقي اللي ما راحش مصر ما عاش على الارض. بجد مستر كمال شوقتني ليها اكتر. وعد مني سواء ربنا كرم والصفقه تمت او ما تمتش، ليك عزومه عندي في مصر ان شاء الله مستر كمال. وهوديك كل مكان في مصر يعجبك ان شاء الله. باذن الله باذن الله. طب احنا خدنا كلام عن مصر، انا حابب اشوف البنتان هان وشان. بالتاكيد. هان، شان، احضروا الى هنا من فضلكم. نعم يا أبي. نعم يا أبي، لقد سمعتك تنادي. ماذا بك يا أبي؟ نعم يا أبي أسمعك. نعم يا أبي أسمعك. ماذا تريد مني؟ أنا تحت أمرك. بالطبع اناديكم. انا طالب منكم ان تتعرفوا على صديقي كمال. هذا صديقي من ايجيبت، يعني الجدعنه كلها. أهلا بك في بلدك الثاني يا مستر كمال. بك مستر كمال، أنت من بلد الأهرامات. أنا قرأت عنها الكثير وعن تاريخها الفرعوني كمان، وحقيقي مصر جميلة جدا جدا. خليك فاكر. بس انت جميلة. ميرسي. وأنا كمان أعرف لغتكم الجميلة. أنا حبيتها. I love you. انت ايوه. وأنا يا مستر كمال أعرف عن مصر حاجات كتير وحلوة، وبالأخص على سبيل المثال إحنا نصنع التوك توك ونصدره لمصر، وأنتوا تكتبوا عليه نام لنا جوه الفانيلا. اكتب بوزك لحد ما نعوزك، ترجع ودلعك تنزل ودعك. النت ما خلاش، العيال دي اكيد مش صينيين، دول مصريين وعايشين معانا. طبعا مستر كمال. ربنا فعلا يا يخليك. مستر كمال، أنا شفت بوست على الفيسبوك مكتوب على ظهر التوك توك: العبد لله مسك الحديد وتراه، كيف تمسكون حديد وتنور. بقول لك ايه، انا مش عارف اذا كنت انا مش عارف. هذا سحر ولا عجائب من العجائب السبعة؟ انت عجيبه اصلا، انت نفسك عجيبه. ميرسي. اتفضل مستر كمال، اتفضل معايا 5 دقائق ويكون الغداء جاهز. اتفضل مستر كمال. مستر كمال، شرفتنا في منزلنا. هان، شان، تعالوا معي تحضير الغداء. 5 دقائق بالظبط. حاضر يا ماما. قعدتكم غريبه غير عندنا. تسمح لي بس انا الجاكيت. اتفضل مستر كمال، خد راحتك. في بيت اخوك زي ما بتقولوا في مصر. طب وصلتك كمان الكلمه دي؟ يا احنا بنعشق مصر مستر كمال. الله، حلوه القعده دي. جميله جدا مستر حقيقي كمال. جميلة. وفي مفاجآت لذيذه جدا ليك مستر كمال. عندنا بنقعد القعده دي على الطبليه في مصر في الريف. تقعد وتاكل وسط الزرع كده وقدامك الفطير والجبنه. مستر أكيد كمال، سمعت مستر الحاجات دي. كمال، ماما عملت لحضرتك شوربة الخفاش، إنها طعمها رائع. شوربه ايه يا اختي؟ خفاش، نعم، إنها تعالج البواسير. بواسير الله سعيد. يخرب بيوك. ايه ده؟ سعيد. ايه القرف ده؟ مش هشرب انا البتاع ده ابدا. عليك ان تجرب مستر كمال، انها مفيده مستحيل جدا. مستحيل، ايه اللي بتقوله ده؟ إنها جرب ايه؟ تقوي الذاكرة. انا ذاكرت 100 حديد بجد، انا هتضعف هنا عندكم. مستر كمال، أنا كنت بتحضير طبق ضفادع مشوية، إنما إيه طعمها رائع، سوف تعجبك. الله يخرب بيوتكم، انتوا بتاكلوا الاكل ده ازاي؟ مستر كمال، هذا المأكولات مشهورة جدا لدينا وأشهى مأكولات عندنا. إنها تقوي المناعة، تذوق. اتذوق ايه؟ اتذوق حرام عليكم والله. ايه ده؟ لا مش هقدر، انا مش هقدر اكل الاكل ده. يشرب. مش هقدر. مش هقدر. لا تذوق. لا تذوق. مش هاكل. طعمها رائع. طيب حاضر هتذوق. مستر كمال، ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ تفضل. هذا كوكتيل رائع من الصراصير والابراص والعقارب، انها بتساعد على التركيز جيد جدا. تفضل. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ جرب مستر كمال. ايه القرف ده؟ انا على اخر الزمن اكل عصير صراصير
وضفادع وبراس. فين الملوخيه بتاعتك يا سلوى؟ فين انت؟ فين يا سلوى؟ ايه ده؟ اني سعيد انا مش عارف مستر اتكلم. كمال. حرام والله مش كده، حرام. الملوخيه بتاعت سلوى والفراخ واللحمه حاجات نظيفه. عمار يا مصر، عمار يا مصر. ايه ده؟ انا مش هاكل ده. لا مش هاكل ده، مش انا شربت البتاعه دي وربنا يستر. بجد مبسوط بيك مستر كمال. انا مش مبسوط. الموضوع صعب فعلا. انت لسه مبسوط ليه؟ ربنا ياخدكم يا حبيبتي. لا، في مفاجآت مستر كمال. عندي بنتان ليهم مواهب جميلة جدا. كمان؟ بالطبع. ده بجانب التعليم اللي انت قلت لي عليه ومتميزين في التعليم. بالطبع مستر كمال. نعم، نحن موهوبين ومبدعين طب وموهوبين كمان. ممكن اشوف حاجه من المواهب دي؟ طبعا ده احنا عندنا مواهب. ده سندريلا إدارة. إدارة ايه بقى؟ حدائق القصر. لا. طب وريني يا سندريلا. بالطبع مستر كمال. يلا نشوف. ماشي. بالطبع مستر كمال. انا هاخدهم معايا مصر. عندنا فريق في مصر اسمه فريق كلاسيك للعروض المسرحيه. المخرج بتاعه صاحبي. ممكن تحيه لفريق كلاسيك؟ هيتميزوا جدا هناك. بالطبع مستر كمال. نحن اتفضل معي. نريد اتفضلي. ماذا تريد؟ نحن نريد نروح مصر. تيجي مصر؟ يعني جايه معايا؟ بالطبع. أكيد. طبعا اكيد. خلاص انا هاخدهم معايا. طبعا مستر كمال. ايدك بقى عشان موضوع تفضل معي مستر لا كمال. مؤاخذه يا ابني. اتفضل حضرتك عجزت. أوي. تفضل أوي. معي نتحدث في امور نروح فين الشغل. تاني؟ انا اتحدث في امور الشغل. هيا بنت. من فضلك يا سود. يا سلام، اخيرا جوزي حبيبي هيرجع من السفر وهشوفه. يا ولاد تعالوا يا ولاد، عندي خبر ليكوا حلو قوي. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. الاسترتشات دي يا شهد، الله عليك يا شهد. تعمل ايه يا حبيبي؟ خير يا ماما. يا سيدي المصاب الدرسلي ولا لقيت الفلوس الساحل؟ ايه يا ولد اللي انت بتقوله ده؟ في ولد متربي ومؤدب يكلم ماما بالشكل ده؟ يا ماما يا حبيبتي انا بس بهزر معاكي. ماشي، قولي لي بقى ايه هو الخبر السعيد؟ نادي على اختك الاول عشان اقوله مره واحده. هو لازم اختي يا ماما؟ يا ابني نادي على اختك ما تغلبنيش. ماشي. ياسمين، ياسمين، ياسمين. هي كده على طول نايمه. هنديها بايه تاني؟ يا ياسمين. هي ماتت ولا ايه؟ ياسمين. يا بنتي تعالي. نعم يا ماما. ايه ده؟ نادي عليا؟ بتعملي ايه يا حبيبتي؟ هو انت اسمك ياسمين صح؟ يا بنتي تعالي هنا اسمعيني. استني يا ماما بقى بحط روز الله. تعمل ايه؟ ما اعرفش. يا مسهل. إيه ممكن تقعدي عشان عندي حاجه مهمه لازم اقولها. عندك ايه يا ماما؟ باباكو هيرجع من السفر بعد اسبوع.
يا نهار اسود، بابا هيرجع بعد اسبوع. ايه يا ولد اللي انت بتقوله ده؟ يا دي النكد. بتقول ايه؟ لا يا ماما، بقول ربنا يرجعه بالسلامه. ماما نعم. بقول لك ايه؟ اتفضلي. انا عارفه ان انت بتقعدي كده بالليل تفتحي الموبايل وبتكلميه فيديو كول وبتشوفي بقى هو جاب ايه وعمل ايه. جاب لي الحاجه بتاعتي؟ انت يا بنت بتراقبيني ولا ايه؟ لا يا ماما، انت بتقعدي في الصاله يعني واحنا معديين. ده حاطط لك كاميرات يا ماما. بس يا ولد راقبي. ما تقفرش قوي كده. ايوه يا ستي، جاب لك كل الحاجات واهدي بقى. بجد بجد. طب والهايلايت؟ جاب كل حاجه. كل حاجه؟ كل اللي انت بعتيهولي. طب الحمد لله. ارتحتي؟ ارتحت خلاص. يا بنتي خليه بس يرجع بالسلامه الاول. يا رب ما يرجع. هو هيرجع ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله. بقول لك يا ماما، نعم. انا بصراحه بقى كنت عايزه اكلمك في مشكله كده مضايقاني. اتفضلي. يا مامي يرضيك كل يوم اصحى على صوت شادي بيشغل مهرجانات كده واغاني صاخبه. يا مامي بتعملي صداع في دماغي. معلش يا حبيبتي. يا سلام يا اختي، معلش. ما انت كل يوم بتقعدي تغني وترقصي في اوضتك وما بتكلمش معاكي. بس انا بسمع خطوه يا بتاع النعناع يا منعنع. انت خطوه؟ انا خطوتين. ايه رايك؟ ايه السم اللي انت مخلفاه ده؟ ايه التهريج ده؟ يا مامي بقى انا تعبت والله عشان خاطر احجزي لي في فندق لحسن انا مش معايا غير 5 جنيه. روحي احجزي بيها يا ماما في اوضه تحت السلم ال5 جنيه بتاعتك. انت تحت السلم ايه يا مامي؟ دول يقولوا لي ده حد كبير يقعد معاك. 5 جنيه يا ماما، ده تجيبيهم كيس ترمس يا عشان ماما. خاطر اتكلمي معايا يا مامي بقى في المشكله دي. خلاص خلاص. يلا بقى قدامنا الحاجات نجهزها ولا ايه؟ يا ريت يا ريت. طب انا عايزه اسال انا سؤال. بصراحه مش عايز حد يخرج من الاوضه تاني. هو انت بتغني الاغاني دي ليه؟ مع ان انت يعني في مدرسه انترناشونال وبابي صارف عليك قد كده. صدقني يا ياسمين، متعلمه من صحابي. من صحابك؟ طب اتعلم حاجات راقيه. لا انا مش في الروكي يا ماما. انا دايما شعبي يا ماما. دايما شعب. علموك كده في المدرسه؟ تخيلي. معلش هي مدرس لغات. بقول لك ايه؟ مش انت نسيت مسيطرة الرساله اللي قوي. هتقولها؟ نعم؟ انت نسيت الرساله اللي هتقولها؟ صح، ده في رساله يا ماما عن التعليم. ده ما لسه نسيت هقولها. نفسي يا قولي يا ابني واحنا واقفين اهو. المخرج هيطلع يشلفنا يا مامي. واول واحد انا. انا اول واحد. ما انت ابن المخرج طالع بواسطه عشان كده ناسي. ولو كنت سجايرك في البيت وانا كنت بتقف في المرايه كان زمانك فاكر. معلش يا خلاص. سلام. طب خلاص سيبيه يقول. طب ممكن اقول اتفضل. بدل الناس تزهق مني صدقني. لا مش هتزهق، هم طيب، يسمعوك. حاضر. معلش هيعذروك. امال انت فاكره ايه يا ماما؟ هيعلموني الادب بحذافيره في مدرسه اللغات اللي انا فيها دي. انت بتحلمي. عارفه يا ماما، احنا عندنا مدرسين في المدرسه عباره عن احزاب، كل مجموعه عصابه لوحدها. ده حتى يا ماما المدرسين بقوا واخدين موضوع الدروس ده سبوبه، والمدرس اللي ما ياخدش عنده درس يبقى يا ويلي يا ويلي يا سواد ليلي. احنا عندنا مدرسين في المدرسه يا ماما واخدين موضوع الدروس ده سبوبه جدا. وطبعا مش هقول لك ان كل المدرسين مقدمين مع زمايلهم، لكن بعض المدرسين اللي مقدمين مع زمايلهم، وده غير المدير حدث ولا حرج، فاسد ومتكبر وكرش واسع وذمته عباره عن استك. يا ماما التعليم والاخلاق ذهبت مع الريح، يعني بلغه العصر شكرا للاسف. لا حرارتي واطيه. طب ما انت فاكر اهو لازم تعملنا يعني. معلش انا نسيت. طيب معلش لحقناك. اقول لك ايه؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ طلع ازاي من الدماغ دي؟ دي دماغ؟ لا طبعا. دي باروكه يا حبيبتي. باروكه؟ ودماغها ايه؟ يعني هجيب الكلام الحساء واقوله، هبرشمه في الورق واقوله؟ لا مكتوب في النص. طب ما دي حقيقه مكتوبه في النص فعلا. اوعى تكون بتقراه كده وانت مش حاسس. لا طب خلاص ممكن بقى كفايه رغي. لا لازم احس عشان المخرج ما يديناش على دماغنا. طب هو هيديك خلاص. على دماغك. خلاص كفايه رغي. يلا يلا عشان هنشتري حاجات للبيت يا مساعد. قبل ما بابا ممكن يرجع. اخد الروس بتاعي؟ اتفضلي يلا انت قدام. بتمشي حد يجي فين يحط. الروس؟ يلا. ايوه يا اللي بتخبط، انا ما ورايش حاجه في البيت ده غير ان انا افتح الباب. طيب مساء الخير يا حبيبتي، عاملة ايه؟ والعيال عاملين ايه؟
جيتي يا غراب البنت. اهلا اهلا يا حماتي، اتفضلي. اتفضلي ازاي وانت واقفه قدامي عامله زي العمل الراقص؟ وسعي كده، امشي على الحيط ولا انط من على السقف؟ روحي كده، اوعي من قدام. اتفضلي اتفضلي، انت قادره تمشي على الارض اما هتمشي على الحيط. اتفضلي. يا حاجه ست سلوى بتكبب لك من وراك. بتقول ايه يا زفت انت؟ ده انا برقيها عشان ربنا يخليها لنا. طب واكتب الله يا حاجه كان بيتكبب لك من وراك، حتى اسال الجمهور كان بيتكبب لها ولا لا؟ سمعتي يا حاجه؟ انا ما بكذبش ابدا. جدع يا واد يا بسيوني. عيش يا حاج. خد دول هديهم فاكهه للعيال. عيش يا حاج. بس انا ما عنديش عيال، انا لسه خاطب. بتضحك كده ليه يا واد؟ لكن انت بتكببي لي ماشي، حسابك معايا بعدين. انت بتعمل ايه يا زفت انت؟ ايه يا ست سلوى انا واقف. اما مشيتك من العماره يا بسيوني ما بقاش انا. ايه الحاجه يا ست الحاج؟ يا ست سلوى هتمشيني من العمارات. ايه؟ ما تخافش يا واد، طول ما انا عايشه عمر ما حد ابدا هيعرف يمشيني. الله يديك طول عمري يا حاج يا رب، يخليني كلينا وما يحرمناش منك ابدا. ان شاء الله انتوا الاثنين هتصيعوا في الشوارع ومش هتشوفوا اخر عدله ابدا. ايوه، ما انا عارفه اللي قالك جوزك عليا كده النهارده. ما جيتي ليك، بس بكره تشوفي عيالك هيعملوا فيكي ايه. عامل تعمل. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ده احنا زرنا النبي النهارده. ما تقعدي واقفه ليه؟ اقعدي يا حبيبتي. ان شاء الله يا حاجه ربنا يديك طول العمر وتزوري بيت ربنا يا حاجه لحد ما تجيبي لي الهديه اللي وعدتني بيها يا رب. ايه يا واد، هو انا لو ما جبتلكش هديه مش هتدعي لي؟ يا واد يا ناقص، ده انا لسه مديالك 5 جنيه. 5 جنيه يا معفنه انت. ايه يا ست الحاجه انت؟ اهو ده اللي بتدافع عنه. ها؟ 5 جنيه يا حاجه اللي بتتكلم عليها دي يا حاجه. انت عارف ان ال5 جنيه دي كانت زمان بتجيب ايه؟ تجيب ايه يا حاجه 5 جنيه ما تجيش كانت بتجيب بيت من بابه بيجري فيه الخيل ما يجيب اخره. خيل ولا معيز يا حاجه؟ ما انت من ايام حرب المعيز. كفر المعيز يا حاجه. كفر المعيز يا واد صح. على طول. انت يا زفت يا بسيوني هتفضل واقف كده؟ ما تتفضل عندنا في الصالون احسن، اعمل لك ليمون. والله طول عمري اقول عليك ان انت بنت اصول ومتربيه. اقعد هنا يا حاجه والله سمحت. اقعد هنا. ما قعدت خلاص. تعالى يا اخويا الكراسي كتير. اتفضل. والله انت متربيه يا حاج. انت متربيه والله. انت ما صدقت يا واد ولا ايه؟ قوم نجرب ازاي؟ يا ست سلوى في ايه؟ يلا نجرب اطلع بره. ايه يا ام شاد؟ ايه يا ام شادي في ايه؟ ايه ام شادي دي؟ انا اسمي سلوى. سلوى؟ ايه يا ست سلوى؟ ايه يا واد انت اتجننت ولا ايه؟ انت قلت اسمي سلوى. سلوى في ايه؟ يلا امشي نجرب واقفل الباب وراك. انتوا كده مفتريه صحيح. يلا يا واد. نورتينا. ايوه. على فكره قولي. انا اللي جابني النهارده ابن حبيبي اتصل بيا وقال لي يا ماما ماما، ومن ساعتها انا جايه النهارده، من ساعتها وانا مبسوطه والدنيا متسيعاني من الفرح. ابن حبيبي هشوفه ضنايا. ان شاء الله تكون اخر مره تشوفيه فيها، عشان اللي زيك ما ينفعش يعيش اكتر من كده الصراحه. اهلا 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 يا تيتا، يا مرحب يا مرحب. تعالى يا حبيبي. تعالى يا حبيبي، ازيك؟ ليه كده الست دي؟ انا ناقص يعني ابويا وامي؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك عندنا؟ ما تكونيش جايه تقلب ابويا ولا ايه؟ ما انت واد قليل الادب مش متربي. دي ما بتغلط فيا يا ماما، ما ينفعش كده. ابوك ده قبل ما يبقى ابوك ده ابني. هو مش ابويا اصلا. وقلبه زي ما انا عايزه. انت واد مش متربي صحيح. شكرا يا تيتا. امال المحروسه بنتك فين؟ يا ربي طالعه نفريه زيك. بقول لك ايه يا حيزبونه انت؟ انا صابره عليكي بس عشان ابنك اللي هو جوزي وابو ولادي، لكن تغلطي في تربيته ما ينفعش. غير كده انا كنت مش عارفه عملت ايه. كنت عملت ايه؟ ردي، ما انت لسانك طويل. لا خلاص بس معلش لما ابني يجي. ماشي. يا رب. اهلا يا تيتا. هلو، هاو ار يو؟ جود افترنون. جود افترنون. هو ده يا بنت على السلام اللي امك علمتهولك لما ابوكي؟ هو ايه يا تيتا؟ انا قلت لك ايه غلط؟ انا بقول لك هلو ازيك وعامله ايه؟ تعالي اقفي جنبي، سلمي عليا، خدي بايدي، اعملي اي حاجه، مش داخله جنب امك وتترشعي. قومي يا حبيبتي سلمي على تيتا. حاجه تقرف. قومي معلش. انا مش عارفه ايه اللي جابني البيت ده ما دام ابني مش موجود. معلش. ازيك يا تيتا؟ عامله ايه؟ كويسه ولا لا؟
هو انت كده بتنفضي مرتبه يا بت؟ ابدا. هو انت مش عاجبك اي حاجه؟ لا سلام نافع كده ولا كده. ده ايه ده؟ قولي لي يا تيتا، هو انت جايه عندنا ليه؟ ده يا بيت ابني. مش عارف ايه اللي جاب عندنا، ايه ده؟ ده يا بيت ابني اللي انتوا قاعدين فيه واكلين شاربين نايمين. قاعدين ونايمين. ايه يا تيتا، انت هتعيرنا بالاكل اللي اه احنا ده بناكله؟ اختي، ده بيت ابني يا اختي. طب طب يلا يا يا تيتا بقى، حاج. انت جايه اقامه ولا فيزيتور؟ روحي يا بت، روحي اقعدي جنب امك يا بت. طب يلا يا اختي قومي ريحي جوه، مش قد القعده انت دي كلها. يلا بصي يا بنت، انا داخله بتخش انت يا مرات ابني. نعم. اعملي لي شاي وداخله استريح شويه ماما لحد ما ابني يجي. ان شاء الله عقبال ما توصلي الكواليس تبقي وقعتي يا تيتا. بقول لك ايه، نعم. اعملي لي نسكافيه. وانت كمان عرفتي النسكافيه حيزبونه؟ اعملي تيتا، لك شاي، ده انا ما عايزه اعمل لك تشربيش سم عشان اخلص منه. يبقى حط لها ملح في الشاي يا تيتا عشان يلا يا ولاد نخلص خشوا منها. مع تيتا، خش. ليه ده ممكن محتاجه اقعد. اسندك يا خشوا بس تيتا. اقعد مع شوية. تيتا. لا خشوا سندوها جوه وريحوها على الاخر. طب اكلم الجمهور في حاجه طيب؟ لا ما تكلمهمش. السلام عليكم. حد يجي يفتح الباب مكاني طيب. طيب انا جيت يا حبيبتي. كمان الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ازيك يا سلوى، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله على حبيبي. سلامتك. الله يخليكي يا بابا. انت عامله ايه والولاد عاملين ايه؟ الحمد لله. وانت صحتك عامله ايه؟ الحمد لله. بس الحمد يوني بيقول لي ان ماما هنا. جت حبيبي طب وما هي تخافش فين؟ عليها كلكم كويس. وحشتوني، عايز اسلم عليكم كلكم. لا هيجوا اهو. طيب يلا. مين؟ بابا انت جيت يا ابو كمال؟ وهتمشي امتى؟ تعالى. ولد ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عارفك، تعالى تعالى بس اقول لك، ما تعالى. تضربش. طب تعالى اقول لك. طيب طيب انا عارف انك مش عايز ناجي اصلا. انا عارف، صدقني هقعد لك في البيت. لا يا حبيبي ليه؟ ما هقعد تقولش لك في كده. البيت. خلاص امشي انا. ان مربيتك ان مربيتك ما بقاش انا مايكل. يا ابني خليك كويس. يا نهار اسود يا ماما. يعني يا رب ما كان يرجع يا ماما، ما كان يروح ويقعد هناك. ينفع كده يعني يا شادي؟ يعني انت مش عايز بابا يعيش معانا؟ خلاص ده الولد بيهزر خلاص. هو بص يا ماما، ماشي. هو يعيش بس ما يعيش يعني ما حاجه. انا بقول بيهزر خلاص، لم دورك. حاضر. خلاص انا بهزر يا ماما مع بابا. في إيه؟ انتهينا. بابي حبيبي بابي. عامل ايه؟ ازيك؟ انا الحمد لله. بوظ البدله ولا ايه؟ ده في ايه؟ فين الحاجه اللي انت جبتها لي؟ انهي حاجه؟ يا الحاجه بنت اللي انا كنت بعتها لك. يا نهار إيه؟ ابيض. لا. خلاص خلاص ما جبتهاش؟ مع بسيوني مع بسيوني مع بسيوني. اه على فكره بص مش مع ارتحت بسيوني. ازاي؟ يا هي بنتي مش مع قولي بسيوني. بابا. مع بسيوني. يا بسيوني. خلاص. قولي لبابا الحمد لله على السلامه الاول وبعدين شوفي الحاجه. وانت ليه يا بابي يا جيت؟ فاضية. انت مش كنت هتقعد شهرين ثلاثه هناك؟ عشان اجيب لك حاجه يا حبيبتي. كنت بعتها لي يا بابي وقعدت انت. مش مهم يا يعني. بنت انت اتجننتي ولا ايه؟ ده انا بقول الحمد لله الف سلامه. مش عايزينك باين من كتر ما انت قاعد بره. طب وانت عايزاني ولا امشي انا كمان ولا ايه؟ لا يا حبيبي ما تقولش شوفي كده. بس والله. لا خليك قاعد. الحمد لله على إن حد فكره عايزني. بتقول كده من ورا قلبها. ماشي بس كمان. يا بنت بس هي لما انت ما كنتش موجود كانت بتشغل اغاني وكانت بترقص وقالت يا رب بابي ما يجيش. طب تعالوا جنب امكم كده. يا بنت انا ماليش انا غير قلت امي. كده. طب انا في البيت ده ماليش غير امي. ممكن هي فين امي؟ ممكن اعدي من ورا عدي من مطرح ما تعدي واخلص. عشان ما اخدش على يا دماغي. ماما تعالى يا ماما. حبيبي جنبي. بتتعشى عندنا. يا ابني ازيك يا ازيك يا حبيبي؟ ماما؟ عامل عامله ايه يا ماما؟ ايه اخبارك؟ وحشتيني يا امي. ايه اخبارك؟ نورت بيتك ربنا يا ابني يخليكي يا أمي، ونورت منور بيتك. حياتك خف. ودنيتي. يا رب يخليكي ليا يا نورت رب. مصر يا ابني. ربنا يخليكي يا سن ماما. ربنا البكاشة يخليكي يا هنا رب. يا تيتا. كلمتين. العصاية. انت كنت ايه بتمشي يا سلوى؟ امتى؟ في ايه بس؟ في ايه يا سلوى؟ ابن حبيبي جه. ما انت كنت بتمشي على عكاز وعامله كده. ابن حبيبي جه. دلوقتي ظهرك اتفرد. ايوه نورت. يا اختي ايوه. كانت بتمثل يا مامي عليك. طب ما دي انا بقى اللي عارفة. عايزاني مش انتوا. مش انتوا عايزين حاجه اللي بجيبها بس. انا اول واحد مش عايز. يا بابي ده انت تلاقيك محترم مثلا وهربيك. ده انت هربيك حاضر. ده انت تلاقيك يا بابي جبت لها كيس جبنه قريش وانت جاي. جبنه قريش؟ ايوه. ده انا جايب لك شنطه قد كده. خلي عندك دم. خلاص خلي عندك دم. خلاص. ماشي خلاص حاضر. يا بنت انت وهي يا بنت. كل اسكت. اتفضلي حبيبتي. انتوا في نار وايد ليه؟ في ايه؟ بكاشة عايزة إيه تاكله طيب؟ بكلمتين. صحتك عامله ايه يا مامي؟ الحمد لله يا حبيبي صحتها زي البوم. يا ربنا بنتي يديك بسأل أمي. الصحة يا حماتي. بسأل امي حرام عليك. طب يا حبيبي اتفضل. انا صحتي يا ابني تمام طول ما انت جنبي. يا رب يخليكي ليا يا امي وما تحرمش منك ابدا من دعواتك. ابن حبيبي. يا رب يخليكي يا حبيبي ماما. انا. بس انا عايز اعرف حاجه يا ماما. ده نايا انا. ايوه قلبت ميري منير. نار عيني انا. يا فاهمه؟ ايه ده؟ دي مريم منيب يا جدعان اهي. مثلا واخداه تمليك يا واحنا واخدينه ايجار. دي بتغيظك يا ماما. اه هات يا بنت. انا عايز افهم ليه نائر ونقير كده؟ ليه؟ ليه؟
كفايه كده، مش كده، مش كل ما اجي من مشوار الاقيكم بنفس المنظر ده. تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، عايز اقول لك كلمتين. قول يا ماما، قول يا ماما، تعالى اقعد. قول يا ماما. يا حبيبي فين تعالي بالله؟ يا يا ما قلت لك يا ابني، ما انا يا ما قلت لك سيبك من زميلتك وخد بنت خالتك. مالها سلوى يا كان ماما؟ مالها سلوى بنت كويسة. خالتك؟ سلوى كويسه يا ماما، وبنت ناس وبنت حلال. يا ابني محاسن احلى. محاسن مين يا ماما؟ محاسن كانت احلى. ما كانتش ليا محاسن، مش لوني يا ماما. حسين مش شكلي. لونك. يعني انا مامي كانت هتبقى اسمها محسن؟ تعالي يا حبيبتي إيه تعالي. تعالى اقعدي. بقول لك ايه، نعم يا اختي. هو انت هتنامي عندنا ولا هتنامي على الرصيف يا حاجه؟ هتتعشي معانا ولا هتنامي خفيفه؟ معلش اصل الاوضه اللي انت هتنامي فيها ما فيهاش تكييف سخن وانا خايفه عليكي. لا يا اختي مش محتاجه تكييف سخن. ليه؟ لان انا هنام في اوضه ابني وهنام على سرير ويا رب ما تقومي من النوم. وهنام في حضنه. ايه البلوه دي؟ طب وانا واقف كده اتفرج عليكي وانت بتهيني امي كده؟ يعني ينفع كده؟ وانت عاجبك كلام امك يا كمال؟ ست كبيره خلي عني، يعني ما ينفعش كده يا سلوى. بابي بس انا يا شايفه نعم. المشكله دي. خلاص تعالى خلاص وريني انتهينا. جبت لي ايه؟ انتهينا خلاص. وريني حاضر. جبت لي يلا بينا. ايه؟ يلا يلا وريني. يلا يلا. يلا يا بابا يلا. يلا يا حاجه، يلا يا حاجه قدام. مش كده يا اختي. معلش اهو ابنك سابك وماشي. تعالي يا حاجه انت يا تعالي. واد يا كمال. انت يا واد. ايه اخبارك يا عم كمال؟ وايه اخبار السين على حسك يا عم؟ احكي لي اللي حصل معاك هناك يا عم. والله الحمد لله. طمنا عليك كده يا عم كمال كده، ورايح وقافل موبايلك ولا بتتصل ولا بتطمن علينا. شوف حبايبك برضه اللي بيحبوك. ايه الاخبار هناك كده؟ طمنا عليك وعملت ايه في الصفقه؟ والله بص الاخبار ما تطمنش خالص وما تفرش نهائي. ليه خير؟ طمني. في فيروس جديد انتشر في الصين اسمه كوفيد 19 تمام. او كورونا. بيقولوا ده مبرمج او منشط او بيجي من اكل الخفافيش، من اكل الضفادع، حاجات كده يعني. ازاي الكلام ده يا ابو كمال؟ ده الصين ملكة الاقتصاد، مش هتعرف تعمل حاجة علاج زي ده للفيروس انت بتتكلم عليه. وبعدين طلع امتى ده؟ اقول لك على حاجه؟ صدقني وبجد اللي متجوز واحده صينيه انا من رايي طلقها احسن. باظت خلاص ما تنفعش. المهم طمنا محدش عليك. وصل لاي شيء لحد دلوقتي، محدش وصل لاي حاجه. لا علاج ولا غير علاج ولا اي حاجه من الكلام ده كله. لا قلقتنا والله يا عم. ربنا يسترها. المهم طمنا عليك، انت ازاي صحتك؟ انا الحمد لله. ايه والله. مربي دقنك؟ يا عم انسى اللي شفته في الصين يا عم واطلب لنا حاجه نشربها. بقول لكم ايه، احنا ما يعني كمال قاعد ولسه جاي جديد معاكم وبتاع من السفر، ما فيش حد ينده لنا على حد ان نشرب حاجه. انت بسيوني يا بسيوني بسيوني. ايوه كمال يا بيه. عم. ايوه كمال بيه. عامل ايه يا بسيوني؟ الحمد لله على السلامه يا كمال بيه. مالك قافل وشك ليه كده؟ لا سلامتك يا كمال بيه، مفيش حاجه. سلامتي؟ مالك يا بسيوني في ايه؟ خطيبتي جلشتني يا كمال بيه. جلشتني؟ خطيبتي جلشتني يا كمال بيه؟ إيه؟ طب وايه يعني؟ هي يعني البنات كتير يا بسيوني. خالة الخلخال بتاعي يا كمال ما بيه. تستهلكش يا ابني. هي الخسرانه يا اسمع انت الكلام. زعلان على خطيبتك ولا على الخلخال؟ الخلخال طبعا يا سلفان. ايوه انت كده صح. انا قلت كده. عرفنا بقى كده بقى اللي انت بقى. هي بصراحه بصت الفلوس يا كمال بيه، بصت الفلوس. اقول لك حاجه يا بسيوني، قول يا كمال. شوف لك واحده بنت حلال تاني والخلخال عليا انا. تعيش يا كمال بيه. تمام؟ تعيش. ايه افتح بقى وشك كده وانا عايز اسمع منك حاجه كويسه. بيعرف كده يغني؟ بقى. ده بسيوني ده رائع. عايز اقول لكم سمعنا يا عم بسيوني بقى. ده بالنهار بيشتغل في الكافيه تمام. وبالليل حارس العماره عندي. طب ما يسمعنا حاجه يا عم كمان. انسان مجتهد واسمعه بالليل بيدمر سمعنا كده. حاجه يا بسيوني. نفسيتي تعبانه يا كمال بيه، سامحني. بس لو لا، سمعنا لا، سمعني عشاني انا. كده واضحك. لو سمعنا بحاجه بوش دي وما عجبتنيش انت حر. لا هتعجبك. انا بسيوني. واثق من بسيوني. خلاص اسمعك حاجه حزينه يا كمال بيه عشان خاطرك وخاطر الافنديه اللي معاك. سمعنا بس طب سمعنا اضحك يلا. الاول. اضحك. ايوه كده. لا كمان. الله ينور عليك. كمان. اضحك. صبيه وابوها قال لها انزلي السوق هات لنا الحلو زياده. نزلت الصبيه السوق قابلها 3 عرسان وزياده. الاول غني وعنده المال بزياده، والتاني جميل وعنده الحسب والنسب بزياده، والتالت فقير وعنده الفقر بزياده. الله عليك يا بسيوني. الله ما غلطتش يا ابني والله. لا ما غلطتش يا راحت كمان. البيت
اكتر من فيهم. تمام، تركني طبعا. الان خدت الغني، ان خدت الغني هيلبي لك طلباتك وزياده، وان خدت الجميل هيزيدك حسب ونسب وزياده، وان خدت الفقير هينزل بيك سابع ارض وزياده. الله عليك يا بسيوني، الله عليك، الله عليك. قالت له والله يابا ما تعرف في سوق الرجال حاجه. قالت له والله يابا ما تعرف في سوق الرجال حاجه. ان خدت الغني، ان خدت الغني هيتجوز عليا واحده واتنين وزياده، وان خدت الجميل هيجروا وراه بنات ادم وحواء وزياده، وان خدت الاستاذ هاني المخرج هيحط قلبه على قلبي ونقول للفقر بزياده. عظمه يا سيد. اهو استاذ هاني المخرج بنفسه. بيهنيك اهو. ايه الحلاوه دي يا بسيوني؟ الله ينور. ايه فك بقى. تشرب ايه يا كمال بيه؟ خلاص بقى اتاخرنا يا بسيوني، كفايه احنا ضحكناك كده وبسطناك. بس ليش يا كمال بيه؟ شيل هم الدنيا والموضوع سهل والبنات كتير يا ابني. ليش يا كمال ما بيه؟ تزعلش نفسك. يلا احنا وسك على القهوه زياده. يلا عشان السلام عليكم. السلام عليكم يا معلم. سلام يا جماعه، سلام. يا شادي، يا ياسمين، تعالوا يا اولاد عشان خالكم هيطلع في التلفزيون. يوه شادي شادي شادي، مفيش غيري. عايز ايه يا ماما؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ في حد يتكلم مامته كده؟ وبعدين انت كنت فين؟ مش هحاسبك دلوقتي. لا حاسبيني دلوقتي عشان يبقى الحساب كامل. لا يا اخويا فالح، ماشي. نادي اختك بقى عشان تتفرج على التلفزيون، عشان خالك نوفل اخويا هيطلع في التلفزيون النهارده. فرحانه بيه قوي؟ طبعا مش اخويا. هو عشان اخوك تبقى فرحانه بيه؟ نادي على اختك. انا لو هو اخويا ما افرحش بيه خالص. وانت ما بتفرحش باختك؟ لا لا. ياسمين، ماشي. ياسمين، ياسمين، يا ساتر يا رب. يا ياسمين، يا اختي، نادوا معانا. طيب خليها تطلع. هو في ايه يا ماما؟ هو ده اللي شاغلها كل الوقت. سامع حد بيقول يا دي المكياج، هو انا زهقتهم قوي كده؟ يا بنتي عودي. الله يا ماما انا بجرب الميك اب اللي بابي جايبهولي. هو انت ما بتعمليش حاجه غير انك تسمعي ميوزك وبتلعبي في الميك اب بتاعك؟ بس بعيدي عني. وريني كده، وريني كده يا ياسمين، وريني كده. تعالى لا خلاص مش قلت عايز. لك ايه؟ اقعدي. خلاص اقعدي. ايه ده؟ في ايه يا مامي؟ يا بنتي اركزي شويه. ياسمين اركزي شويه. طب ما انا راكزه يا مامي، بجرب الميك اب اشوفه اوريجينال ولا ضحك عليا. ضحك عليكي؟ المكياج بيضحك عليكي؟ لا طب بس بقى وانت قوم افتح لنا التلفزيون عشان اخويا حبيبي هيقول مامي. بيان مهم النهارده. مامي عايزه الفت نظرك. اتفضلي. لاحظتها خير. الميك اب اللي بابي جابهولي كله مستعمل. وريني. وبصي في حتت واقعه منه ازاي؟ ما تلاقيك انت استعملتيه ونسيتي. لا يا مامي انا لسه فاتحاه. لا يكون بابي كان معاه واحده في السفر وقالت تجرب الميك اب. طب ممكن ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا مامي تلاقي معاه واحده تسليه بقى في السفر. انت اتجننتي؟ اصل يعني مش معقول يا مامي هيبيعوا الميك اب كده. في خبر حلو كمان يا ماما. قول انت كمان. بابا- افرسوني. بابا اتجوز عليكي. بجد والله. افرحي يا ماما، هتكون ليكي دور. وانتي فرحانه قوي. يمكن تجيب لي ميك اب. هي الاخر زمن. انا ايه اللي مقعدني وسطيكوا اصلا؟ قوم يا ابني افتح لنا التلفزيون. النوفل قال. قوم. هو في حد يسمي نوفل؟ هيجيب اخبار الموضه يعني. طيب اهو يا ماما، اهو يا ماما. يا سلام. يا ابني قوم افتح التلفزيون. اهو اهو. يا مساء الخير عليك. اخويا في التلفزيون. البرجر دي يا بنتي اخويا فرحانه بيه. ازاي تزغرطي الزغرطه دي يا ماما؟ وانتي بتزغرطيش في الافراح؟ لا يا مامي عمري ما عملت كده. هبقى اعلمك. اوكي ماشي. نوفل يتحدث. اهلا يا حبيبي. ازيك يا خال؟ اهلا يا ابن اخت، عامل ايه؟ ازاي مراتك؟ يا ماما شكلها ازاي مراتك؟ كويس كويس. يا بنتي علقي اللي وقع ده. طب ما كده ما فيش ولا حاجه. استنى يا جماعه. هيروقنا بعد ما بيان اعلان. استنى يا اخويا معلق البتاع اللي وقع. المخرج هيروقنا بعد براحتك يا اختي براحتك. انت قاعده في البيت. استنى احنا سامعين. بيان اعلامي مشترك بيها يا ماما. من وزاره الصحه والسكان المصريه ومنظمه الصحه العالميه. نوفل يتحدث. ما انت قلت لنا انك وزاره
ثواني بس اسال سؤال لماما. اسال. قول، هو ازاي مطلعينه كده في التلفزيون؟ بالواسطه. وصل ايه؟ بالمجهود المجهود. ما عشان كده طالع نصه بس. ما هو الواسطه ما كانتش كبيره، مجهود ما إيه؟ عرفناش نطلعه كام. ده انا جايب 51% يا بنت. يا نهار اسود. لا ما هو ده يثبت الواسطه. يا لهوي. كمل يا خال. نوفل يتحدث. لا ما بجد. خلاص عرفنا. اعلنت وزاره الصحه والسكان المصريه المصرية؟ ومنظمه الصحه العالميه ايه بتاريخ 14/2/2020 عن اكتشاف اول حاله. انت مش عارف تقرا. زي بعضه. ما دخلش مدارس قبل كده. قول. هات يا ماما اديني الهايلايت حالة يا ماما إيجابية. بتاعي. ده حاجات ملهاش لازمه، ولا اخوكي ولا مش اخوكي. كمل يا خال. بنت اختي دي لو كلها قط. وعن اكتشاف اول حاله ايجابيه حامله الفيروس كورونا. يا رب. لا يكون بابا. ايه ده؟ مش بابا. ماشي. لا يكون بابا، ده سافر وجاله كورونا، ممكن يكون جاله كورونا. يا بنتي انت بتفولي على ابوكي، مش هو. ما هو بيقول اهو. مش هو. كمل. ابوك حموه في كنكه. خلينا اكمل. المستغيث دخل البلاد، ده شخص اجنبي. لا يكون صاحب بابا. صاحب بابا زي بابا مصري. هما توأم ولا ايه؟ عايشين في نفس البلد. واوضح المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه ان الوزاره نجحت عن اكتشاف اول حاله اول حاله لشخص اجنبي مصاب. ايه رايك في الهايلايتر بتاعي؟ ما تيجي انور لك وشك كده هو شويه. انت عشان حفظت لي الكلمتين عنجليزي خلاص تتنطط على خالك؟ عنجليزي. الله يرحم. هو انت جايب اللغه دي منين يا اخويا؟ لا انت اختي. فاكره يا بنت لما وقعت في الترعه والمدرسه جات لي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ فضحتنا. زي بعض بفيروس كورونا. اتفضل خدط. لا. كمل يا خال. خليك يا خال. خلاص. اتفضل الخطط الاحترازيه الوقائيه التي يا خالد انت واقف هنا اهي. لا هنا في السطر ده يا خالد انت كلت كلام. يا بنتي اقعدي يا بنتي، خليه يخلص. الوقائيه التي طبقتها الوزاره خلال تفعيل برنامج الكتروني لتسجيل ومتابعه القادمين من الدول خلي يا بنت اختي. مراتك اتصلت بيا من شويه وقالت لي ما تخلوش يتاخر عشان هي عامله على الغدا بط وحمام وفراخ وملوخيه. ما هي ليله الخميس يا بنت. بس النهارده الجمعه. ما انا هحكي لك القصه. تحكي كان ايه؟ الخميس اللي فات. لا كمل. وظهرت فيها اصابات. المهم انا اكلت البط ماشي ونمت. طلعت الشارع تصوت. الناس بيحسبوني موت. يمكن انت اتجوزت عليها يا خال. تصوت وتقول كان البطه نام. يا عم اقرا البيان يا عم. خلال تفعيل البرنامج الالكتروني لتسجيل ومتابعه القادمين من الدول التي ظهرت بها اصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال الفرق الوقائيه التي تتبعها على مدار الساعه، مشير الى انها تم اجراء التحاليل المعمليه الحاليه المشتبهه بها. بتسمعي يا بنتي ولا ايه؟ طبعا برنامج معاك. قول يلا يا اخويا. المشتبه بها التي جاءت نتيجه ايجابيه لفيروس ولكن بدون ظهور اي اعراض مرضيه، حيث اعلن ممثل منظمه الصحه العالميه في مصر. يا خالي بتقول ايه؟ هتخلص امتى؟ ورايا خروج عايزه اروح على البيت بقى. يا بنتي خليه يكمل الكلمتين، خليه يخلص، بيسحب كهرباء كتير. صح. ما في كهرباء ناشفه. يلا. بمصر سرعه شفافيه الحكومه المصريه في التعامل مع الموقف وحرصها على ابلاغ المنظمه بالحاله فور الاشتباه بها، مشير بالاجراءات الوقائيه التي اتخذتها وزاره الصحه والسكان حيال الحاله المكتشفه والمخالطين لها، وسوف نوفيكم بكل ما هو جديد. الحمد لله. بص يا خالد، لو هخلص السنه الجايه قول لي. خلاص يا ابني خلص، قوم ادفنا التلفزيون. حاضر يا ماما. يلا. مع اذنك يا خالد، مع الف سلامه ان شاء الله ما تشوفكش تاني. خلصتوا بقى؟ لا على لسه. مذاكرتكم. يلا مش عايز اذاكر. يلا قدامي. مش عايز اذاكر. لا ذاكر. مش عايز اذاكر. امسك كلمتين ينفعوك. مش عايز اذاكر. يلا يا ابني.